السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. جمعة مباركة عليكم وربنا يحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه. والله اليوم مش ألطف حاجة، بس الحمد لله اني صحيت بدري ونزلت السوق، جبت شوية خضار. كنت بشوف نتيجة الاعتادية، والله كله ظهر، يعني في كتير برضو، معرفش احنا عندنا بس ولا لا. بيقولوا ان النتيجة ارجع الى المدرسة. فالمدرسة قالوا لنا استنوا لما تظهر لما تظهر في المدرسة يعني. ان شاء الله خير، ربنا هو المعين بقى. جبت طماطم، وجبت بتنجان، جبت فلفل جميل اهو، وجايبة كمان جبت خيار. حد عنده النتيجة عمل زينا كده يقول لي، يطمني بس والنبي. وجبت كوسة وجزر. كده عرفت بقى اكيد ناكل النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل محشي. هنا قطعت 3 بصلات وهعملهم في الكبة. هعملهم في الكبة. ودول معلقتين بصل نيين، حطيت عليهم معلقة فلفل ومعلقة ملح، وبسيبهم كده عشان احط عليهم الرز كده نيين، هسيبهم على جنب. هنا بقلب البصلة ودوبك تحمر واحط الصلصة. وهنا هعمل ايه الصلصة. هضرب الطماطم يعني. معلش الواحد متوتر والله وقلقانين على النتيجة، بس ان شاء الله خير يعني. في مدرس من المدرسة كنا بناخد معاه درس، طمنا وقال ان هي بتبقى سيستم واقع، او الاسم وقع يعني من السيستم. فده يعني مش فرد واحد، المدرسة كتير، وابني الحمد لله يعني مش متفوق الحمد لله يعني. اضرب هنا الطماطم في الكبة برضو لان الخلاط بايظ، وهضرب الطماطم في الكبة. تاني طماطم جايبة الحمد لله 2 كيلو امبارح. كانت كيلو 15. كنت شايلة شوية في الفريزر، طلعتهم برضه عملتهم معايا. صلوا على النبي يا جماعة واشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة وصلوا على النبي في الكومنتات. مش عارفة الواحد متضايق يعني، بس الحمد لله يعني، مع ان المستر طمني، بس والله العظيم متضايقة برضه وخايفة. وابني الكبير في ثانوية عامة وامتحانه لحد، ربنا يكرمهم يا رب وينجح كل واحد وما تضيعش تعب حد أبدا بإذن الله.
خلاص البصلة احمرت او بقت لونها ذهبي، مش هتحمر قوي، اخدت اللون الذهبي ده الجميل. احط عليها الطماطم. معلش انا بصور نفسي وبصور من الموبايل، فتلاقي الصورة مش قد كده ولا حلوة. شجعوني يا جماعة، اكتبوا لي اي كومنت حلو، اشتركوا في القناة، اعملوا لايكات، اعملوا اي حاجة بالله عليكم. والله بتعب قوي في الفيديو، وبال ما بصور ومنتج واعمل. انا مكنتش اعرف اعمل اصلا الحاجات دي، بس واحده واحده بتعلم، وان شاء الله الصوره هتطلع احسن مني، كل مره الصوره هتطلع احسن ان شاء الله. هنا بعد ما حطيت الصلصه، حطيت معلقه فلفل اسود وواحده شوربه ماجي اختياريه زي ما تحبوا يعني، وحطيت معلقه ملح ومعلقه شطه و3 معالق صلصه. على الطماطم حطيت 3 معالق صلصه، وهجيب كزبره، ادي معلقتين كزبره. عشان اعادل الحموضه هحط معلقه سكر. هسيبها بقى تتسبك لحد ما تقصر خالص، والسمنه كده تطلع على الوش. هنا عسلت الرز، احطه في الصينيه اللي انا كنت حاطه فيها البصله النيه، احط الرز عليه. غسلت الرز كويس وصفيته من الميه. اقلب البصله النيه مع الرز، واما الصلصه تتسبك احطها عليه. ودي الصلصه بعد ما اتسبكت، وده الرز مغسول وحطيت عليه البصله. هحط الصلصه على الرز، وبعد كده هحط عليهم الخضره وبس. رأيكم؟ صلوا على النبي يا جماعه، زي الفل والله جميله. الطماطم احمرت عشان حطيت لها كمان معلقتين صلصه علب غير الطماطم المعصوره. هقلبهم واحط عليهم الخضره وبس. الخضره هنا بقى كنت جايباها من امبارح، غسلتها ونشفتها اهي. كنت جايبه 4 حزم ب10 جنيه. هقطعهم واحطهم بقى على الرز.
بعد ما خلصت الكوسه قورتها كلها، دلوقتي بقور البتنجان. عامله كوسه وفلفل وبتنجان. خلصت الكوسه وادي البتنجان هعمله وبعدين احشيهم واحطهم على البوتاجاز، والموضوع هيخلص بسرعه. ما خدش وقت خالص والله. الخلطه كانت اليوم كان حلو يعني، ما خدش وقت. بس في دبانه هنا قاعده مضايقاني، كل شويه تروح وتيجي. مش عارفه ايه حكايه الدبان ده. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي يا بنات. تحب البتنجان الابيض ولا الاسود؟ انا شخصيا بحب البتنجان الابيض بس، ما بحبش الاول الاسود. الاسود بجيبه اما اعمل بتنجان مخلل. قولوا بتعملوا ايه جنب المحشي؟ يعني ليه ايه تاني بتعملوا جنب المحشي؟ ممكن الناس تعمل ملوخيه، ممكن تعمل لحمه محمره، فراخ محمره، والناس ممكن ما تعمله ساده خالص يعني على شوربه ماجي. انا بعمله بصراحه بشوربه ماجي. انا البتنجان بحب اقوره خالص، ما اسيبش فيه ولا حاجه جوه، خليه نضيف خالص زي الفل. حد عرف حاجه يا جماعه عن نتيجه تالتة اعدادي؟ هاي بنات، لو حد عرف حاجه عن النتيجه يطمنا حتى في الكومنت. ان شاء الله خير باذن الله، ربنا ينجح كل الطلبه يا رب. خلص بقى الكميه كلها واوريكم وانا بحشيها. بص كده بقى يا بنات، بعد ما حشيت البتنجان بعمل فيه حركه كده بتخليه طعمه زي طعم البومبار بالظبط. برصه كده في معلقه زيت او معلقه سمنه واقلبه على الناحيتين زي ما يكون كده بتنجان مقلي، وبيطلع طعمه احلى من البتنجان العادي. جربوها هتلاقيها طعمه جميل. اسمها ايه؟ كانت ماما بتقولي زمان عليها، اسمها بننطق البتنجان. بننطقه يعني بندحرجه في الزيت. وحياة ربنا ابني بيضحك عليا بس والله العظيم بيخلي طعم البتنجان حلو جدا. جربوها كده. كمان غسلت الكوسه وهقورها اهي، اقورها وهحشيها. هحشي الكوسه والبتنجان على البوتاجان، بنطقه زي ما قلت لكم واحطها في اللحمه. والله انا مش بصور علشان اعلمكم ازاي تعملوا المحشي، انا بصور يومياتي في البيت.
يعني احنا هناكل ايه، بنشرب ايه، بصور نزولة، خروج. يوم ما رحت احجز السنتر صورت. مش بصور يعني الاكل علشان تتعلموا مني يعني. انا عارفه ان في ناس كتير وشيفات كتير وناس كتير بتعمل الاكل احسن مني 100 مره. كان والله العظيم بصور حب كده، حب ان انا اصور يومياتي، اشوفني بعمل ايه، بناكل ايه، بنشرب ايه، بننزل، بنخرج، فرحنا، حزننا، اي حاجه يعني. وربنا يرزق الجميع، وصلوا على النبي يا جماعه، واشتركوا في القناه. يعني التصوير والله يعني الاول افتكرت ان التصوير ده إيه حاجه سهله بجد. لقيت ان التصوير ده يعني انا قلت فيديو هصوره خلاص وانزله والموضوع خلص. لا، لقيت الموضوع كبير، زي تصوير ومونتاج واعمل صورة واعمل مش عارفة ايه، واشيل من هنا واحط هنا، وفي حاجات تتصور وحاجات لا. فموضوع كبير. بس الحمد لله انا بشتغل على القناة، وان شاء الله ان شاء الله هتتفعل باذن الله، وربنا يرزقنا جميعا يا رب. وبس. انا بتاع دراما كده ليه؟ لا، خلينا فرفوشين كده. ما بحبش الحزن والله. انا حتى لو كان فيا ايه ما بحبش ابقى احس ان انا زعلانه او متضايقه. حتى لو زعلت شويه بروق بعديها ب3 دقايق بالظبط، ممكن اقل كمان. يلا هحشي بقيه الكوسه وارجع تاني. خلصت الاكل على البوتاجاز اهو. شوفوا لون البتنجان عامل ازاي بعد ما نطقته. وهنا الكوسه، معلش الدخان دخان جامد قوي. الكوسه والفلفل وبس كده. هعمل شويه سلطه ولما احط الاكل تيجوا تتفضلوا تاكلوا معايا. بصوا بقى المحشي بعد ما استوى، ايه رايكم؟ بالله عليكم ايه رايكم؟ بصوا البتنجان، بالله عليكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. لو عجبكم قولوا لي حلو، لو ما عجبكوش قولوا لي ما تعمليش محشي تاني. والله العظيم حلو وطعمه جميل. بص حبايبي، ايه رايكم يا بنات؟ ده غدانا النهارده، وده المحشي كوسه والفلفل، وادي لون البتنجان اللي انا كنت عايزه اوصله. ايه رايكم؟ بالله عليكم ايه رايكم؟ والله العظيم تحفه، بسم الله ما شاء الله. قولوا له ايه رايكم في الكومنتات، وصلي على النبي وحط اللايك. وبعد ما خلصنا الغدا لبسنا ونازلين هصور ورق ربني وهشتري شويه حاجات وهنرجع تاني. ماشي مستنيه الميكروباص، مفيش حاجه عايزه تيجي ابدا. صلوا على النبي يا حبايبي. والله انا مصوره الفيديو ده كان يوم الجمعه، مش عارفه هينزل يوم ايه بقى بالظبط. خش من جوه.
والله انا بحس حلو. طب ما دي حلوه. طب مش عارفه الاسم ده دي. استنى. قلنا شويه حاجات من السوبر ماركت وما نروح هنصورها ان شاء الله. يا لهوي على الزحمه. ايه يا عم المصري كلها في الشوارع. كمية عربيات وناس ما شاء الله. جبنا شويه حاجات وجبنا طلبات وهنركب مستنيين توك توك يوصلنا وهنروح. ما خدناش وقت. اديني طالعه السلم ونروح تطلع. ربنا يا رب ارحمنا برحمته. خلاص تعبت والله العظيم، روحي طلعت. لسه طالعه بقى من السلم واشتريت بقى ايه، اشتريت الحاجات دي. كيسين لبن نيدو معرفش ليه، كيس مش عارفه ايه، وكيس برضه، وشوربه مانجا. وكالعاده لازم نشتري اهم حاجه عندنا اللبن، لبن والمراعي. وجبت علبه لبن اريا، ادي علبتين لبن. جبنا بيبس ميكس وعصير. وجبت زبادي. قال يعني بتكسب، احنا عارفين حظنا بس ان شاء الله هنكسب، ممكن ليه لا يعني، مش بعيد على ربنا. زبادي دم. وجبت رز بالظبط 3 اكياس ب110. وده كان كل طلباتي. وصورت طبعا الورق اللي قلتلكوا عليه لابني وبس. ده كان يوم النهارده، من المحشي للنزول للطلوع لشويه المشتريات دي. شجعوني بقى بكلمه حلوه وصلوا على النبي واشتركوا في القناه واعملي لايك. يلا يا بنات تصبحوا على خير، سلام.